سنة 2003 صدر فيلم مصري اسمه ازاي تخلي البنات تحبك، بطولة هاني سلامة واحمد عيد، واللي بيطرح فيه سؤال مهم جدا. سؤال قديم قوي بس تقريبا ما اداش اجابات كافية ولا منطقية الحقيقة. وطبعا ما نقدرش ننسى المشهد المشهور من فيلم سيد العاطفي، واللي كان بطولة تامر حسني، واللي كان بيقول فيه في محاضرة تعليم الشباب فنون الشط: سيب البت تحبك، حب البت تسيبك. واللي حاول يدي بعض الأمور البسيطة لمسألة الحب، واللي الكل تقريبا بيدور عليها وبيحاول يوصل لها، لكن برضو ما كانش حلول كافية ولا هي مناسبة لكل عصر وأوان. لكن احنا بقى في حكايات قررنا نجاوب على السؤال ده بخطوات عملية ومنطقية، ازاي تخلي الناس تحب، في حكاية جديدة من برنامج حكايات. الحلقة دي مختلفة شوية عن باقي الحلقات، بس الحلقة دي هنتعلم فيها حاجة مهمة جدا، وهنجاوب فيها على سؤال بيدور في مخنا كلنا: ازاي تخلي الناس تحبك؟ يا ترى ازاي؟ اختار من الإجابات الآتية: الفلوس ولا النقود ولا الأموال؟ الحقيقة إن الإجابة ملهاش أدنى علاقة بالفلوس أو المظاهر أو السلطة أو أي حاجة ممكن تكون عند ناس وناس تانية لأ. يعني مش هتلاقيني بقولك على حاجات فيها ناس منكم يقدروا يعملوها وناس تانية ما يقدروش. بالعكس، الإجابة في الحلقة دي في 4 نقاط هتخليك تعرف إن الموضوع في إيدك وتقدر تنفذهم بكل سهولة. كتالوج بنقدمه ليكم ونحطه بين إيديكم في حلقة جديدة من حكايات. أولا، be a good listener، كن مستمع جيدا، استمع بحرص، اسمع لي، ده حقي عليك كصاحب أو كابن أو أخ أو زميل أو شريك حياة. مش لازم كل ما أقولك أنا ولسه ما كملتش الكلمة وتقولي وأنا كمان. مش مسابقة، هي مش بطولة، واللي زعلان أكتر هيكسب ولا المتضايق أكتر هنديله جايزة. معنى إن حد لجألك دونا عن الخلق وقرر إنه يحكي لك، ده معنى إنك مهم جدا بالنسبة له، ومعنى إنك لما تسمع له هيرتاح. ولو ما سمعتلوش يبقى ما تستاهلش تكون صاحب أو أخ. خطوة أسهل ما يمكن ويقدر أي حد ينفذها، وهاتلي من قدرك جدا عند كل الناس اللي حواليك. ودي أول نقطة وأظن إن هي سهلة جدا. ثانيا، سمايل، ابتسم يا أخي. ما بقولكش لا سمح الله اضحك، لا، بقولك ابتسم بس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. يعني حضرتك لو معدم ومش لاقي تاكل، بالتالي مش لاقي تتصدق. في طريقة مجانية تقدر تتصدق بيها، وهي الابتسامة. ده غير بقى المثل الصيني الشهير اللي بيقول: إذا لا تستطيع الابتسامة لا تفتح متجرا. ودي من النقاط اللي بنعاني منها على مدار اليوم. في كل تعاملاتنا بتلاقي ناس مكشرة في وشك كأنك انت اللي مصحيه من النوم. يا عم ابتسم، ده انا زبونه جاي انفعك. ودي حاجة تستحق الابتسامة في حق ذاتها. وبرضه الخطوة دي زيها زي الخطوة الأولى، مش محتاجة منك مجهود ولا هتكلفك جنيه. هي مجرد ابتسامة، لكن هتفتح لك أبواب وطرق كتير جدا في قلوب الناس اللي حواليك، وهتخلي كل الصعب يتسهل. رقم 3، قول شكرا. لما أكون عامل لك خدمة أو حاجة تستحق الشكر، فواجب عليك تشكرني، ولا بعدين هقرر إني مش هخدمك، هقرر إني عاملك بنفس الطريقة. ومع الوقت هيكون ده شكل التعامل بين الناس. يعني مش تبقى ساحلنا معاك لأيام في مصلحة تخصك وما تقوليش شكرا، ومتوقع إنك لما تطلب مني حاجة تانية هعملها لك. ما تبطل بجاحة يا أخي. وبرضه دي خطوة سهلة للتنفيذ وأي حد يقدر عليها، كلمة من 4 حروف: شكرا. رقم 4، لما تبقى غلطان ومتنيل على عينك اعتذر. مش هتحصل حاجة لما تعتذر. مش هيشاوروا عليك في الشارع ويقولوا اللي قال آسف اهو أو اللي اعتذر اهو. الموضوع بسيط بس الإثارة كبيرة. والاعتذار مش مجرد كلمة، الاعتذار لازم يكون عمل جاد يأكد للشخص اللي قدامك اللي حضرتك غلطت فيه إنك بالفعل ندمان، مش مجرد كلمة آسف. في نهاية الحكاية حابة أقول لكم إن حب الناس غاية سهلة للحصول عليها. ما تطلبش إنك تكون على قدر من الثراء، ولا مظهرك يكون جذاب، ولا محتاج أي تفاصيل ممكن نلاقيها عند حد وحد تاني لأ. الموضوع مجرد قرار إنك تكون مستمع جيد، تبتسم، تقول شكرا، تعتذر بصدق. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. استنونا في حكاية جديدة مع دينا نور.